عايزاكم بعد الفيديو ده تنسوا أي طريقة عملتوا بيها البسلة قبل كده وجربوا الطريقة دي، هتعجب كل اللي هيدوقها. هنعملها بالكفتة بطريقة جديدة هتخلي طعمها في حتة تانية. لو لسه ما اشتركتوش في القناة أتمنى دلوقتي تنزلوا تشتركوا وتعملوا لي لايك وشير للفيديو ده. وفي البداية كده عندي في الطبق أقل من نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليها نسبة من الدهون. ببتدي أبهرها بشوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح ونص معلقة من البابريكا. ببتدي بقى أعجنهم كويس جدا مع بعض، أعجن اللحمة كويس لحد ما الأنسجة بتاعتها تتداخل كده مع بعض وتبقى عندي عجينة بالشكل ده كده. وعلى طول بنبتدي نشكلها، بناخد كده كل قطعة ما بين ايدينا ونكورها بالحجم اللي احنا عايزين. انا عملتها كده بحجم صغير على قد كل لقمة، والكمية اللي انا استخدمتها النهاردة من اللحمة من 350 جرام ل 400 جرام، وما شاء الله بتطلع معايا كمية كويسة قوي. بنبتدي نخلص واحدة ورا التانية واحطهم كده في طبق واسع عليه شوية كده من الدقيق، وبعد لما بنخلص بنبتدي كده نعفرهم كلهم في الدقيق او نهز الطبق زي ما انتوا شايفين كده لحد ما كلهم يتغلفوا بس بطبقة خفيفة قوي من الدقيق. وعلى طول في طاسة على النار بنسخنها كويس جدا، بحط فيها معلقة كبيرة من السمنة عليها معلقة كبيرة من الزيت، يسخنوا كويس وابتدي انزل بالكفتة، وبنحاول على قد ما نقدر نفردهم كده جنب بعض تكون ملامسة للمادة الدهنية اللي احنا حاطينها علشان ما تفكش. وفي المرحلة دي ما بنقلبهاش خالص إلا لما بتاخد صدمة من تحت كده وتحميرة حلوة. لو قلبناها قبل كده هتفك مننا ومش هتبقى ليها أي معالم. يعني دقيقتين كده ولا حاجة على نار عالية لحد ما تاخد الصدمة الحلوة من تحت كده والتحميرة الحلوة، وبعدين نبتدي نقلبها على الوش التاني. وبنستنى عليها لحد ما كلها تاخد لون واحد وتقرب من مرحلة السوا وبعدين نخرجها. عايزة أقول لكم بقى الدهون اللي بتنزل من الكفتة دي بتخلي الوصفة كلها على بعضها كده في حتة تانية. على الدهون دي بنزل كده ببصلة متوسطة متقطعة لصغير، يا دوب أشوح البصلة لحد ما تدبل حاجة بسيطة، بنزل عليها بمعلقة صغيرة من التوم المفروم. أول ما أشم ريحة التوم هننزل بالتوابل. بحب جدا أشوح التوابل كده في المادة الدهنية، بتديني نكهة ولون كمان حلو قوي لما بيكون منضاف ليها بابريكا. والتوابل هنا بتبقى بسيطة خالص، سكر وملح وفلفل أسود وبابريكا. بعد كده بكون مقطعة جزر لمكعبات صغيرة وكمان حبة بطاطس متوسطة لمكعبات صغيرة وكوباية من البسلة، وبقلب ده كله مع بعضه. وبحط كمان قرن فلفل كده حامي في النص لو حابين، واخر حاجة بحطها كوباية من عصير الطماطم المضروب في الخلاط ومتصفي كويس جدا. وفي المرحلة دي بنحاول نظبط الملح وبعدين بنغطي ونسيب البسلة تستوي على نار متوسطة وكمان الطماطم تتسبك. وفي آخر 10 دقايق كده من سوى البسلة بنحط الكفتة. ولو حسينا ان السوائل خفت من الخضار والكفتة هنضيف لهم شوية من المية كده ونظبطهم ونقلبهم تاني مع بعض ونغطي ونسيبهم يغلوا على النار 10 دقايق لحد ما نتأكد ان خلاص البسلة او الخضار كله استوى وكمان كله اخد من طعم بعض. تمام قوي كده، مش قادرة بقى اوصف لكم الريحة هنا كانت عاملة ازاي، بجد رهيبة. شوفوا بقى الجمال، بسلة مع كفتة، أكيد انتوا متوقعين الطعم هيبقى عامل ازاي. كل حاجة ما شاء الله طالعة ولا غلطة. البسلة واخدة من طعم الكفتة وده بسبب الدهون اللي نزلت من الكفتة في الأول، وطعمها بيبقى جميل قوي، ده غير ان هي وجبة كلها على بعضها كده معمولة في حلة واحدة. هستناكم بقى تعملوها بالطريقة دي وتقولولي في الكومنتات، وأشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.